اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل وصفه سهله جدا ونتيجتها تحفه. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. لو عمرك ما نجحتي في صوابع زينب قبل كده الفيديو ده ليكي. الطريقه دي مستحيل تفشل معاكي ابدا. يلا بينا نقول بسم الله ونبدا الفيديو. يلا بينا نقول بسم الله ونجيب مج هنحط فيه نص كوبايه ميه 125 جرام، كوبايه معياريه، معلقتين صغيرين سكر، معلقه صغيره ممسوحه خميره فوريه. هقلب كل الكلام ده مع بعض وهسيبه على جنب. طبعا الميه تكون فتره ولا سخنه ولا دافيه. بعد كده هقول بسم الله واجيب بولة نظيفة. ابدا اعاير كوبايتين دقيق. معيار الكوبايه 250 جرام، يعني هحط 500 جرام. دي الكوبايه المعياريه، احط 500 جرام دقيق. بعد كده هضيف كوبايه الا ربع سميد، اللي هو دقيق البسبوسه، ده موجود عند العطار بدون اي اضافات. بعد كده هضيف فانيليا. اقلب كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا، وبعدين هبدأ اضيف عليهم نص كوباية سمنة، وابدأ اقلب السمنة وادخلها جوه المكونات الجافة كويس جدا. ابدأ ابسهم مع بعض علشان لما اجي اقليها تبقى دايبة كده وحلوة. بعد كده هقول بسم الله وهبدأ اشكلها. ابدأ اعملها صوابع كده زي صوابع الكفتة. تعملي كل الكمية وبعد كده هنبدأ نشكلها بقى على المصفى. انا هشكلها عندي على المصفى، انتي ممكن تشكليها عندك على المبشرة، او عندك لو عندك آلة التشكيل، اي شكل انت بتحبيه. انا حبيت اشكلها بصراحة على المصفى دي علشان خاطر كمان طول الصوابع، لان عملت منها صوابع طويلة وصوابع قصيرة. هوريكم بقى ازاي طلعت معايا حلوة جدا في التشكيل وسهلة جدا وما خدتش اي وقت. هنا بقى ما شاء الله عملت الكمية كلها. شايفين الكمية؟ بسم الله ما شاء الله، عملت مقدار كويس جدا وكمية محترمة. تعالوا بقى اوريكم السيرب اللي عملته ليها. لازم تعمل لها شربات تقيل جدا. الشربات بقى عملته وسبته يبرد. مكونات الشربات بقى: كوبايتين سكر، كوباية مية، معلقة كبيرة عسل جلوكوز علشان الشربات ما يسكرش معاكي. واول ما الشربات يبدا تحطيهم على النار، واول ما الشربات يبدا يغلي تديله عصرة ليمونه وتسيبيه توطي عليه سنه 5 دقايق وتقفلي عليه وتحطيله الفانيليا وتسيبيه يبرد تماما. يلا بقى نقول بسم الله ونحمر بقى صوابع زينب. هنا حطيت طاسة وفيها زيت. الزيت ما يكونش حامي جدا، لا سخونة عادية. تبدأي بقى تنزلي صوابع زينب. يا ريت ما تسحميش الطاسة زي ما انا عملت اول مرة عشان تعرفي تقلبيها. هتبدأي بقى تسيبيها لحد ما تحمر من وشين، وما تقلبيش كتير برضو علشان خاطر ما تفكش منك، لان خدي بالك ان هي هتبقى شبه البسبوسة شوية كده، مبسوسة معاكي دايبة خالص. بعد ما تحمر تطلعيها من الزيت، بعد ما تحمر وتاخد اللون الذهبي الجميل، وتحطيها في الشربات. وبعد كده بعد ما تحطيها في الشربات تصفيها وتقدميها بألف هنا وشفا على قلبك. تزينيها بسوداني، بجوز هند، بأي حاجة بتحبيها، مكسرات، زي ما انت حابة. ده ذوقك والتزيين ده ليك. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم وصفات كتير جديدة.